بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني ايه بسكوت الخرسانة؟ بسكوت الخرسانة عبارة عن قطع من البلاستيك او الخرسانة تتوفر في اكتر من مقاس واكتر من شكل. وظيفة بسكوت الخرسانة هو توفير الكونكريت كفر او الغطاء الخرساني حوالين حديد التسليح، بمعنى ان حديد التسليح لازم يجي تحته خرسانة علشان ما يكونش ظاهر بعد الصب، ولازم يجي جنبه خرسانة علشان برضه ما يكونش ظاهر بعد الصب. بنستخدم البسكوت في ان احنا بنبعد او بنرفع حديد التسليح من تحت عن الخشب ومن الجنب عن الخشب باستخدام بسكوت الخرسانة. زي ما قلت لكم في أول الفيديو، البسكوت ممكن يكون مصنوع من البلاستيك وممكن يكون مصنوع من الخرسانة. البسكوت اللي بيكون سعره رخيص ودايما متوفر هو البسكوت البلاستيك، أما البسكوت الخرسانة ده غالبا مش هتلاقيه بيتباع في أي محل، وغالبا علشان تشتغل بيه هتضطر إن أنت تصنعه عندك في الموقع. في شكلين عندنا من البسكوت، شكل بنسميه بسكوت كوباية وده بيركب في الأسطح الأفقية تحت حديد التسليح، يعني مثلا بيركب تحت حديد السقف، تحت حديد الكاميرا، تحت حديد السلم، تحت حديد الأساسات سواء كانت قواعد أو لبش. والشكل التاني بنسميه بسكوت عجل. بسكوت العجل ده بيركب في جناب حديد التسليح وده اللي بيحقق الكفر الخرساني أو الغطاء الخرساني جنب حديد التسليح. البسكوت العجل ده بنركبه في جنب العمود أو الكاميرا أو السقف أو السلم أو جنب قواعد أو لبش. الشركات اللي بتصنع البسكوت كتيرة جدا. في شركات محترمة بتصنع بسكوت قوي بيتحمل أوزان الحديد وأوزان العمال اللي بتشتغل، وفي شركات تانية للأسف بتصنع بسكوت ضعيف جدا بيجي متكسر أو بعد ما تركبه وتحمل عليه الحديد بيتكسر ويضطر تجيب بسكوت تاني وترفع الحديد من أول وجديد. علشان كده وانت بتشتري البسكوت لازم تجيب نوع معروف يكون قوي ويستحمل، ما تجيبش نوع رخيص وتضطر ان انت بعد كده ترميه وتجيب نوع تاني ترفع بيه الحديد. طبعا البسكوت الخرسانة أفضل وأقوى من البسكوت البلاستيك، ولكنه مش متوفر، يعني مش بيتباع في المحلات، ولكنه أفضل وأقوى. في ناس بتستخدم كسر رخام بدل من البسكوت في ترفيع الحديد، والحقيقة إن الرخام قوي جدا وبيستحمل أوزان الحديد وبيستحمل أوزان العمال اللي بتشتغل وأقوى من البسكوت. ولكن مشكلة الرخام إن أنت ممكن تستخدمه في سقف أو قواعد أو لبشة، ولكن مش هتعرف تستخدمه في جناب أعمدة أو جناب كمر. ده غير إن بعد صبة السقف هتلاقي كل الرخام ظاهر معاك بعد ما تفك الخشب من تحت وبيكون شكله سيء جدا. ده غير برضو إن الرخام هتضطر تحطه بأحجام كبيرة شوية أكبر من البسكوت فياخد جزء كبير نسبيا من مساحة خرسانة السقف من تحت، ولكن البسكوت حجمه بيكون صغير جدا وبعد الصب ما بتلاقوهوش ظاهر تماما من السقف.